من 8 سنين تحديدا في 2017 الفراعنة قدموا أقل كرة ممكن تتلعب أفريقيا الجابون، وفي النهاية قدر يوصل للنهائي قدام الكاميرون، لكن مش كل مرة الكرة هتخدمك. سواء كنت بتعمل اللي عليك فيها ولا بتجيب جول وتنام عليه زي فرقة كوبر كده بالظبط. عشان كده خسرنا بريمونتادا قدام الكاميرون بعد ما كنا متقدمين 1-0، وبعدها بسنتين في 2019 كنا داخلين بطولة أفريقيا على أرضنا وسط جمهورنا وإعلان بيبسي بتاع مروان بابلو وأبي يوسف، وكنا فاكرين إن وصلنا للنهائي مسألة وقت، خصوصا إننا معانا أفضلية الأرض والجمهور، لكن ده للأسف ما حصلش ولا قدرنا نوصل لأي حاجة، لأن مشروع أجيري اللي كان عندنا ما كانش ناجح، أو بمعنى أصح ما كانش فيه مشروع اصلا يا كينج. عشان كده خرجنا بجول في اخر الدقايق من دور ال16 على ايد جنوب افريقيا، وبعدها بسنتين مع كيروش في الكاميرون دخلنا البطوله محبطين بعد ما خسرنا من نيجيريا في اول ماتش، بس ده ما يمنعش اننا مشينا في سلسله انتصارات بعدها خلتنا نثبت وجودنا كمرشح للفوز بالبطوله، لكن للاسف السلسله يوم ما حبت تقف وقفت في اهم ماتش في البطوله، ماتش السنغال، وخسرنا النهائي الثاني في ظرف 5 سنين، ومن ساعه اللحظه دي المنتخب ما شافش النور ولا حتى لمحه من بعيد، وده يودينا لخيبة الامل اللي كانت عند كل مصري بيشجع المنتخب العقيم ده. دخلنا البطولة اللي بعدها مع فيتوريا في كوتيفوار 2023 وحصلت الكارثة في دور المجموعات، 3 تعادلات على التوالي 2-2 مع موزمبيق ومع غانا ومع كاب فيردي، عشان ربنا يكرمنا بتأهل حرفيا غير مستحق، نصعد ضد افضل توالت ونقع مع الكونغو الديمقراطية في دور ال16 ونتعادل 1-1 ونخرج بضربات الجزاء. وبصراحة السيناريو كان متوقع جدا وسط كمية العبث اللي بتحصل، لعيبه موجوده في القايمه الغرض مش مفهوم زي محمود حماده اللي بالمناسبه ضيع كرة قدام الجول في ماتش الكونغو واتكعبل فيها، ولعيبه ادائها اوحش من اداء لعيبه دوريات الهواه زي كابتن محمد النني احد ابرز السكان الاصليين للبطوله، والمنتخب فضل مكمل في دوامه الفشل، مش عارفين لحد دلوقتي اذا كانت انتهت ولا احنا لسه فيها. ويجي السؤال بقى، هل حسام حسن هو اللي هياخد المركب ويمشي بيها وسط نار الانتقادات اللي عليه؟ ده حتى اتحاد الكره هو اللي جايبه وهو اصلا مش على توافق معاه ولا مقتنعين بيه كمدرب للمنتخب. فكره الحكم عليه دلوقتي هي فكره غلط تماما، لسه ما وصلناش لحاجه ولا حتى مشوار البطوله انتهى، لكن ده ما يمنعش ان في غلطات ظاهره في الفرقه لازم تتغير، ده لو فعلا عايز تكون مرشح للفوز بالبطوله. خلينا ابدا معاك كلامي باول ماتش واختبار رسمي لحسام حسن مع المنتخب، كان ماتش زيمبابوي. بالرغم من انك قدرت تخطف ال3 نقط في اخر دقيقه، الا ان الانتقادات كانت نازله على حسام حسن زي المطر. مسكت كوره، عملت 35 فرصه تهديفيه، لكن الارقام مش اغلب الوقت بتكون اسباب مقنعه عشان يتبني عليها اراء واضحه وصريحه، عشان مقابل ال 35 فرصه دول كان في قصادهم حارس مرمى زي الشناوي مش عارف يمسك الكوره، لدرجه ان فرص التسجيل القليله جدا لزيمبابوي بعيدا يعني عن الجول اللي جابوه كانت خطورتها عاليه. وده كان بسبب ايه؟ اكيد مش من فجرهم، ده كان بسبب التقدير السيء من الشناوي ل 90% من الكور اللي اتشاطت عليه في الماتش. ولو طلعنا قدام الشناوي هنلاقي رباعي خط دفاع شبه ما جاش الماتش، لما 4 لعيبه في واحده من اخطر مناطق الملعب يبقوا بالمحدوديه اللي شفناهم بيها دي، يبقى لازم اللي على الخط يفهم ان في كارثه، وسببها الرئيسي ان التناغم بين الاربعه صفر. لو اتفرجت على جول زيمبابوي فانت اكيد شفت التمركز الصفري لحسام عبد المجيد ومحمد حمدي، الجبهه شبه ميته، وياسر ابراهيم ومحمد هاني اللي مش لاقيين نفسهم في الملعب نهائيا، ولا طلعوا بالكوره ولا قوه دفاعيه كبيره ولا حتى بناء لعب. نطلع على خط النص اللي فوقهم هنلاقي كابتن حسام حاطط 2 لعيبه يعملوا دور واحد، حمدي فتحي ومروان عطيه الكره في رجلهم تقيله تقل مش طبيعي، وحلني عقبال ما الكره توصل لخط الهجوم، ده غير انك بتلعب في بطوله النص فرصه فيها بتأهل منتخبات وتخرج غيرها، وامام عاشور اللي محطوط في التشكيله الاساسيه بقرار غلط مليون في الميه، عشان لو انت مقتنع بوجوده كاساسي ما كنتش شلته بعدها بنص ساعه ونزلت مصطفى محمد اللي كل الناس شافت انه المفروض ينزل اساسي على حساب تريزيجيه ومرموش يتحط مكانه كجناح شمال. وبالكلام عن مرموش يبقى ندخل على خط الهجوم واللي هنستثنى فيه واحد بس من الانتقادات، وهو اكيد يعني عمر مرموش. وعشان انا لسه قايل لك ان لغه الارقام خداعه، فالاستثناء اللي معمول لمرموش مش عشان الجول اللي جابه، لا ده استثناء حقيقي عشان هو الوحيد اللي بيحارب لوحده في الملعب عشان يسجل، على عكس النجم الاول محمد صلاح اللي لما بيجي يلعب معانا بحس انه عنده زيرو كنترول على الكوره، كل باص يروح له احس الكوره بتخبط بين رجله عشان يعمل كنترول عليها، معرفش ليه الراجل معانا مش عارف يجري بالكوره اصلا. كميه ميس باص خرجت من رجله كفيله جدا تبين قله ادائه في الملعب. اللي انقذه من الماتش ده هو الجول اللي سجله في الاخر، فينش عادي جدا، كوره عاديه جدا، والحمد لله ان حارس زيمبابوي على الله حكايته. وعلى الناحيه الثانيه عندك وينج
كينج زي تريزيجيه، اللي قال في المؤتمر الصحفي على نفسه قبل الماتش انه واحد من اللعيبه الخبرات في المنتخب عشان بس شارك مع اكتر من قايمه في البطوله. طب بذمتك في لعيب المفروض يتقال عليه خبره وهو مش عارف يشوط الكرة اصلا، ولا لسه سريع زي الاول، ولا بدنيا قادر تكمل ال90 دقيقه، ولا في مرتده بتسد فيها للاخر. والحمد لله ان احنا خرجنا من اول ماتش بال3 نقط. وبعد ماتش زيمبابوي كان في اخطاء لازم تتصلح فورا قبل ماتش جنوب افريقيا. ماتش جنوب افريقيا بدا بنفس الطريقه لكن مع اختلافات في التشكيله، وكان لازم ان الاختلافات دي تتم. بدا بزيزو كصانع لعب بدل امام، والتغيير الثاني كان وجود رامي ربيعه بدل حسام عبد المجيد جنب ياسر ابراهيم. وطبعا مش محتاج اوضح لك السبب بعد ما شفت جول زيمبابوي، ده غير مستواه في التغطيه الدفاعيه اللي كان مالت في الماتش كله. الماتش بدا واحنا ماسكين كوره بشكل كويس وضاغطين على جنوب افريقيا لحد ما صلاح يستغل غباء الباك اليمين ويلبسه ضربه جزاء، سجلها صلاح والموضوع بقى تمام. وبعد ما لقينا الامور بقت تمام وعندنا ثقه وماسكين كوره، طلع لنا خازوق من تحت الارض بوظ لنا الماتش كله، وهوبا محمد هاني ريد كارد بره الملعب. والتدخل كان على مكوينه اللي يعتبر 90% من خطوره جنوب افريقيا كانت من فرص حقيقيه هو اللي عاملها. حتى التسديدات اللي من بره المنطقه كانت من رجله هو بشكل كبير. وبالرغم من نقص العددي الا ان المنتخب كان متماسك في الشوط الثاني كله، قدر يمتص كل مصادر الخطوره بتاعت جنوب افريقيا. وابرز الاسباب في ده كانت تصديات الشناوي اللي كان في يومه. الراجل ده حرفيا شال الماتش على كتفه، مع ثنائيه ربيعه وياسر اللي كان باين عليها جدا التناغم والصلابه الدفاعيه، خصوصا ياسر اللي كان بيستقتل على كل كوره. حتى حمدي فتحي ومروان عطيه قبل ما يطلعوا اللي كنا بنعترض عليهم في ماتش زيمبابوي بان الاثنين دورهم دفاعي بشكل كبير ومش بيساعد في عمليه بناء الهجمه، بس زي ما ظروف الماتش خدمت حمدي ومروان زي ما قللت من ادوار تريزيجيه اللي مازال سيء وما اتغيرش نفس الاداء الهزيل اللي بيقدمه. ده غير ان كابتن حسام فضل مصر على وجوده في الملعب لحد الدقيقه 80، ومصر بقت رسميا في الصداره ب6 نقاط، طبعا مع كام هفوه حصلت من امام عاشور لما نزل، لكن عدى على خير واللي حصل كان متوقع. راحت كل الاساسيين في ماتش انجولا، طبعا كان ماتش في منتهى القرف. كابتن صلاح محسن انا ما اعرفش هو بيعمل ايه هنا. وطبعا ممفيس ديباي الغلابه كابتن زيزو اللي جات له كوره، انا افتكر ان انا شفت نفس الكوره دي بالظبط في 2017، بس الفرق ما بين الاثنين ان كان عندنا دكر اسمه عبد الله السعيد دخل حط وش رجله في الكوره شمعها جاب الجون، الماتش خلص. نفس الكوره اتكررت مع ممفيس ديباي الغلابه واتفزلك فيها والكوره ضاعت. ارفع الشراب وفكك من الجو ده عشان مش بتاعك. المهم محطه كابتن حسام اللي جايه هتكون منتخب بنين اللي صعد ضمن افضل توالت من مجموعه كان فيها الكونغو وبوتسوانا والسنغال، فرقه مليانه محترفين بس بلا جوده، وتاهلهم كان بمثابه 3 نقط هديه من بوتسوانا مش اكتر. يعني ايا كان اداء المنتخب سواء دفاعي او هجومي الا ان دي فرصه كبيره لحسام حسن في وصول سهل الربع النهائي، وغير كده هيكون لينا كلام تاني بعد الماتش. عايزك تتوقع نتيجة الماتش هتبقى عاملة ازاي؟ هل في مفاجأة هتحصل ولا هل المنتخب هيعديه بكل سهولة؟ ففي النهاية ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو وتابع قناة نمبر 10، واشوفك يا كينج في الفيديو اللي جاي.